تونس، رجعوا صحراء تونس. الجزائر تحت الأرضنا، أرضنا مش للبيع، صحراء تونسية. رجعوا 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 صحراء تونس، لا للاحتلال. يا جزائر اسمعي. كنا نعرفوا اللي هذه خريطة تونس، وبرشا عباد ما يعرفوش اللي هذه خريطة تونس الأصلية، أو بالأحرى هذه. وكما تشوفوا ولايات جزائرية اللي هي بالأساس كانت تابعة لتونس كيما الصيف، قسنطينة، عنابة وغيرها. وهذه حقيقة الخريطة التونسية الأصلية اللي برشا ذاكرين فيها، أما تراو يعرفها كيما قال لكم الأراضي التونسية الحقيقية. هذا التاريخ يا بابا، هذه الحقيقة. تونس الحضارة والتاريخ، وكانت تونس متوسعة في شمال أفريقيا، أما الجزائر مازالت جديدة. هنا كيما نقولوا العربية حديثة التأسيس، وفرنسا هي اللي وسعت لكم الأراضي. وكي يقولوا لك مراجية خواتنا جيراننا الطلابة اللي ما عندهمش، فكروهم كي جاوا لتونس لاشقين يفركسوا في الماء والغذاء في 1958 في غرديماء. هو تدخل سيد أحمد ونيس في مشكلة الصحراء هاني جايك اللي انت سميتها صحراء مغربية. طبعا واللي قلت بأنه النظام العسكري الجزائري متورط في تقسيم المغرب العربي. طبعا سيد أحمد ونيس، طبعا ليش النظام العسكري الجزائري متورط في تقسيم المغرب العربي؟ هاني باش نجاوب. قل. أو نفرقوا الرومانة. فوالا. بمجرد ما استقلت الجزائر انقلبت على الحكومة المدنية. النظام العسكري اقلب النظام المدني في الجزائر وخذا الحكم وحكم معناها في الشعب الجزائري، وفك منه حقوقه وثروته، وفك من تونس حقها في صحراء تونس، وقعد يسعى باش ينتزع من المملكة المغربية حقها في الصحراء المغربية. والحكم العسكري هدايا ظلم أكثر من ظلم الإنسان الجزائري. نظام عسكري حكم الجزائر ظلما معناها، وانتزع منها سيادتها وثرواتها، وظلم بها الإنسان الجزائري والإنسان التونسي والإنسان المغربي. وشنية مؤاخذتنا احنا على الحكم الجزائري، الحكم العسكري في الجزائر، أن تونس عندها حق في صحرائها، والوثائق الدولية تشهد بهذا. سعينا إلى استعادة حقنا في الصحراء التونسية مع الحكومة الفرنسية. رفضت الحكومة الفرنسية قبل شارل دوغول، ورفضت في عهد شارل دوغول. وأثرنا الموضوع مع الحكومة المؤقتة الجزائرية اللي كانت مستقرة في تونس وتقاوم في الاستعمار انطلاقا من تونس وغير تونس طبعا. ووعدونا الحكومة الجزائرية المؤقتة الذات، وعدتنا وأن بمجرد ما تكسب الجزائر استقلالها وسيادتها فإنها تفض القضية متاع المطالبة التونسية بصحرائها. وفرحات عباس وقع نفس الشيء بتوقيع في بيان مشترك مع الحسن الثاني في جويلية 61. هذا معروف. فلما الحكم العسكري قضى على النظام المدني وجاء بن بلة، سعى وقتها حبيب بورقيبة باش يفض القضية تاع حق تونس في الصحراء الجزائرية مع أحمد بن بلة. وافقوا أحمد بن بلة، ما نقولش نفذ الموافقة، لكن كان متفاهم للمواقف. وشاهد على هذا جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر مرتين يحضر على لقاء ما بين حبيب بورقيبة وأحمد بن بلة، ويحث الاثنين باش يقول لهم بربي ما تخليوش نزاع تاع حدود بيناتكم. يلزم المغرب العربي يتغلب على القضية هذه معناها، واسرعوا في العملية هذه. وإذا بالحكم العسكري في الجزائر ينقلب على رئيسه بن بلة ويقضي عليه. وأول ملف تقبله وزير الخارجية الجديد متاع الانقلاب الذاتي داخل الحكم العسكري الجزائري، أول ملف خذاه هو ملف الحدود التونسية.
يعني حق تونس في صحرائها. وهذا قاله سفير تونس في الجزائر اللي هو أحمد المستيري، الله يرحمهم الكل. لكن سلبونا من حقنا في صحرائنا، وبعد ما سلبونا من حقنا في صحرائنا تلفتوا، معناها بعد ما انتهوا من قضية الشرق متاعهم تلفتوا للغرب متاعهم، ويحبوا يسلبوا المملكة المغربية من صحرائها، ويحبوا يجزئوا المغرب الكبير إلى دويلات. بالنسبة لي بحيث يحبوا يأبدوا الحدود الاستعمارية اللي الشعوب المغاربية ما عندها فيها حتى دخل. لأنه في الوقت مازال الملف هذا بالنسبة لك لازم يطرح ومطروح سيد أحمد ونيس. الوقت مفتوح. وحق المملكة المغربية العرش العلوي ما تنزلش فيه. حق تونس في الصحراء تنازل فيه لحبيب بورقيبة، واعتقادي أنه التنازل الوحيد اللي قبله في حياته، وأنا مانيش راضي على هذا. والوقت مفتوح، ويجي وقت اللي تونس تستعيد حقها في الصحراء التونسية. ألف مبروك لتصويت مجلس الأمن على قرار وخطة المغرب للحكم الذاتي اللي في موضوع الصحراء اللي أقرته المغرب منذ 2007. ألف مبروك للمغاربة، إن شاء الله يا ربي ديما المغرب في العلالي وديما المغرب متألقة. ونحن ما ننساوش، أنا كتونسية ما ننساش لما كانت تونس يعني في فترة صعيبة في 2015 جاء المغرب لدعم السياحة ونزل ودار في الشوارع التونسية ودعم السياحة التونسية. وما ننساوش قبل كيفاش الملك متاع المغرب قال أنا جيشي على ذمة تونس. فنحن تونس والمغرب علاقة كبيرة ونحبوكم برشا، وإن شاء الله ديما المغرب متألقة. اسمع، المغرب ربح القضية متاع الصحراء المغربية في المحاكم الدولية، وهذاك حقه. واحنا زاد التوانسة كيف نحبوا نسترجعوا صحرانا من الجزائر اللي ما زالت محتلتها. الدنيا ديما تعطي للي يثبت حقه، واحنا ما زلنا واقفين وما نرضاو كان بالكرامة والأرض ترجع لصحراء. شوف خويا، المغرب ربح القضية متاع الصحراء المغربية، القرار خرج واضح، واحنا زاد توانسة يلزمنا نرجعوا صحرانا من الجزائر اللي محتلتها. بلادنا تستحق كل شبر، والحق يرجع لاصحابه ان شاء الله نهار قريب. المغاربه رانا جيناكم بطلب من قلبنا، بغيناكم تسلفونا سي بوريطه شويه برك. هو الراجل اللي يعرف يخدم ويرجع الحق لاصحابه. نحن في تونس نحبوا يعاوننا، يرجع لنا ارضنا اللي ما زالت محبوسه عند الجيران. هو الراجل المناسب في المكان المناسب. وهو يا اخويا المغاربه، قولوا لنا شنو هو الوراق اللي لازمه باش نقدموها للامم المتحده باش نسترجعوا الصحراء نتاعنا من الجزائر. راهي بلادنا ونحبوا نرجعوها. خذوا راحتكم في الشرح، نحبوا نفهموا كل شيء خطوة بخطوة. بارك الله فيكم. صحراء تونس، رجعوا صحراء تونس. الجزائر تحت الأرضنا، أرضنا مش للبيع، صحراء تونسية. رجعوا صحراء تونس. لا للاحتلال. يا جزائر اسمعي. هنا فضلا منك اضغط على زر الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اكتب لنا تعليقا واضغط لايك حتى نستمر في نشر كل جديد. شكرا لكم. بعدما حسم المغرب ملف الصحراء، تونس أو تونسيون يطالبون بتحرير صحرائهم، ويطالبون من المغاربة المساعدة من خلال مدهم بالوثائق التي سيحتاجونها من أجل دفع ملف صحرائهم إلى الأمم المتحدة لتحريرها. من جهتهم المغاربة يطالبون بتحرير الصحراء الشرقية وإعادة تندوف إلى أراضي المملكة المغربية الشريفة.